السلام عليكم. عايزة أقول لكم إن يعني مش عشان ناكلها لازم يكون في مناسبة، أو ندفع فيها مثلًا 1000 جنيه علشان نجيب حاجة صغيرة كده نحلّي بيها. النهارده عملتها لكم بمنتهى السهولة، وكمان على قد إيدينا أوي. يالّا بينا. دول كوباية وربع من الدقيق، وعليهم معلقة نشا هتفرق أوي يا جماعة، وكمان رشة ملح، ونُص معلقة من البيكنج باودر، وهننخلهم كويس أوي. زي ما أنتم شفتوا كده أنا نخلت أول مرة، وقلبت كويس، وبعد كده هانخل لحد 3 مرات. طب أنا بانخلهم 3 مرات ليه؟ أنا عشان أخرّج أي رطوبة فيهم، وكمان عايزة أدخّل فيهم أكبر كمية هوا. بالنسبة لنوع الدقيق، الدقيق ده دقيق كيك يُفضّل طبعًا يعني. طب لو مش موجود ومش لاقيينه هنعمل إيه؟ هنجيب دقيق لجميع الاستخدامات وممكن يمشي الحال. أنا خلاص نخلتهم 3 مرات، هندخل بقى على الصينية. الصينية اللي عندي دي مخصصة للكيك مقاسها 20. وطبعًا لو مش موجودة وهي فعلًا ما بتبقاش متوفرة في كل بيت، أي صينية عادية يا جماعة هتمشي. بعد كده جبت ورقة زبدة، بس دي بقى مهمة جدًا إن إحنا لازم نفرش ورقة الزبدة كويس أوي في الصينية عشان تسهّل علينا إن إحنا نشيل الكيك كده بمنتهى السهولة. نيجي بقى للمكونات. أنا هنا عندي 5 بيضات حجمهم كبير، لو اللي عندكم حجمهم وسط يبقى 6، لو حجمهم صغير يبقى 7 بيضات. حطيت عليهم ظرف فانيليا وكوباية إلا ربع سكر. السكر اللي حطيته يا جماعة سكر حبيبات عادي خالص، بس لونه أبيض. أنا مش عايزة السكر بتاعكم اللي هتحطوه في الكيك يبقى لونه غامق علشان ما يغمقش الكيك، ومش هاحطه كله مرة واحدة، أنا هاحط شوية بشوية وأنا باضرب. وهنا بقى يا جماعة هنضرب مش أقل من 10 دقايق، يعني نضرب كتير جدًا. عشان كده ما ينفعش لا مضرب سلك ولا شوكة ولا أي حاجة، لازم مضرب كهربا بالمنظر ده. توصلوا لإيه؟ توصلوا للقوام اللي أنتم شايفينه ده. لما تطلعوه كده تلاقوا خيوط، والخيوط ما بتروحش بسهولة. وطبعًا زي ما أنتم ملاحظين الكمية زادت جدًا، شايفين زادت قد إيه واللون بقى فاتح أوي. يبقى كده خلاص هاحط بقى الدقيق. الدقيق هنا هاحطه شوية بشوية، رشة خفيفة جدًا. هنا بقى مش هاسرّع لكم الفيديو عشان تشوفوا أنا قد إيه باقلّب بالراحة أوي. طب ليه باعمل كده؟ علشان خاطر الهوا اللي موجود، اللي أنا قعدت أضرب بقى البيض مع السكر كتير أوي عشان أوصل له، ما يروحش خالص. لو عملتوا غير كده وهبطت معاكم مش هتنفش ولا هتبقى كيكة إسفنجية ولا أي حاجة. طب إحنا بنعمل كده ليه؟ عشان إحنا مش حاطين محسّن كيك، زي ما قُلت له إحنا عايزينها من غير محسّن كيك ولا دقيق سبونج ولا أي حاجة، فبتبقى حسّاسة أوي، والخطوة دي أهم ما فيها. ونقلّب يا جماعة دايمًا في اتجاه واحد، يعني ما ينفعش أبقى من اليمين للشمال وأروح عاكسة كده المضرب من الشمال لليمين، لازم كلّه في اتجاه واحد. والدقيق اللي هتحطوه شوية بشوية يا جماعة زي ما قُلت لكم، يعني حبّة مثلًا بتاع معلقة والّا معلقتين، وتعملوا تقليبتين 3 كده. في الوقت ده طبعًا أنا مشغّلة الفرن بتاعي على درجة حرارة 170. الكيكة هتقعد قد إيه؟ هتقعد حوالي من ساعة إلا تِلت لساعة إلا ربع. بس أنتم بدايةً من ساعة إلا تِلت كده تفتحوا بالراحة جدًا، وتشوفوها كده بعصاية شيش أو أي حاجة تختبروها، يعني لو طلعت سليمة وما فيهاش أي عجين خلاص كفاية عليها كده، لكن لو طلع لسه فيها عجين تسيبوها كمان 5 دقايق. لإن طبعًا كل فرن بيختلف عن التاني، يعني ساعات بيبقى في فرن حامي وساعات لأ. أنا كده تقريبًا خلّصت كله، بس ساعات بيبقى في الجوانب كده يعني بعض دقيق كده أو حاجة، فلازم طبعًا بالspatula دي بالراحة برضه جدًا ومن تحت لفوق أعمل الحركة دي. وطبعًا إحنا محضّرين الصينية من الأول وفارشين فيها ورق الزبدة. هانزّلها برضه بالراحة جدًا، بس أنا مسرّعة الفيديو هنا علشان خاطر يعني ما يطولش عليكم وتزهقوا. بعد كده بقى خبطتين 3 أو بأي عصاية شيش كده أطلّع أي فقاعات هوا فيها. وخلاص خرجت بعد ما استوت، قعدت حوالي ساعة إلا تِلت. اختبرتها بالعصاية زي ما شُفتوا وطلعت إنها نضيفة زي الفل، خلاص يبقى كده استوت. هاشيل بقى ورق الزبدة على طول وهي سخنة، وهي سخنة يا جماعة علشان خاطر ما يعرقهاش وتبرد بسرعة، واسيبها بقى. مش قادرة أقول لكم كيكة طرية قد إيه وحلوة وطعمها يجنن. المهم بقى بعد ما بردت حوالي 5، 6 ساعات، بس أنا طبعًا ما استنيتش عليها كده يعني كالعادة، وربنا ما يقطع علينا عادة، هم ساعتين عشان كنت مستعجلة جدًا، بس أنتم لأ لازم تسيبوها عشان كل ما هتقعد كل ما هتبقى أحلى. وكمان شِلت الوش، أنا باحب أقشّره عشان بيبقى فيه ريحة زفارة البيض وبارميه طبعًا. وهنا السكينة اللي باستخدمها مشرشرة، ودي أحسن حاجة تستخدموها للكيك. هنا ده بقى المنشار اللي قُلت لكم عليه قبل كده، أنا جِبت منشار كيك ب95 جنيه يا جماعة، بس مش عارفة دلوقتي بصراحة بقى بكام. هاقسم الكيكة على قد إيه؟ على 2. ليه يا جماعة؟ علشان خاطر أنا عايزة أعملها سهلة أوي للمبتدئين، واللي أقل من المبتدئين كمان يقدروا يعملوها. بس الطبقة التالتة دي مش هارميها، أنا هاقول لكم في الآخر هنعمل بيها إيه. بعد كده بقى عايزة أعمل كريم شانتيه. جبت كوباية من الكريم شانتيه عليها كوباية مَيّة مثلجة، ولازم يا جماعة تكون مثلجة، وكمان نُص كوباية من السكر البودر. وهافضل أضرب بقى حوالي 6، 7 دقايق. بس ساعات بيبقى في الجناب باودر كده المضرب مش عارف يجيبه، ممكن نلمه بالspatula كده زي ما أنتم شايفين ونكمل ضرب عادي.
لحد ما نوصل للقوام اللي هوريه لكم ده، ان احنا لما نيجي نرفع كده المضرب تحس انه عمل زي منقار كده. لا، وفي حركة تانية كمان جميلة، ان انا لما باجي اقلب البولة كده ما بيقعش. خلاص احطه في التلاجة بقى عقبال ما اقطع المانجا اللي عندنا اللي هنستخدمها النهاردة. اي نوع يكون فيه لحم كتير كده، يعني انا النهاردة مستخدمة صديقة، ممكن زبدية، ممكن اي حاجة فيها لحم وخلاص. وبعد كده بقى هاجيب القاعدة الدوّارة اللي هي مش موجودة عندي، جِبت صينية بالعِدِل زي ما شُفتوا عليها الصينية بالمشقلب، وحطيت كمان القاعدة بتاعة التورتة، وحطيت حوالي معلقة كريم شانتيه كده عشان أسند بس عليها الكيك ما يتزحلقش. وكنت محضّرة شربات خفيف، عملته إزاي؟ نُص كوباية مَيّة حطيت عليهم 3 معالق سُكّر، سِبتهم يغلوا على النار كده غلوتين 3، وأول ما بِرِد خلاص بقى جاهز. هاسقي بقى بيه كويس أوي الكيكة عشان ما تبقاش ناشفة، وبعدين هاحط كريم شانتيه زي ما أنتم شايفين كده في النُص، وهاعمل حرف كده من الجناب علشان خاطر لمّا أحط الحشوة بعد كده ما تُقعش. بس هنا باورّيكم إن أنا جِبت كيس حلواني، يعني قُلت بقى شغل جامد شايفين؟ وبعدين عملت الحرف زي ما أنتم شايفين، وحطيت بقى المانجا اللي أنا مقطّعاها صغير أوي زي ما شُفتوا في الأول. وبعدين حطيت برضه معلقة كريم شانتيه عشان أسند عليها الجزء التاني بتاع الكيك وسقيته. لو انتوا بقى حاسين ان طبقات الكيك اللي انا عاملاها سميكة ممكن تخلوها على سنتي، انا عاملة هنا حوالي 2 سنتي. حطيت بقى جزء تاني من الكريم شانتيه من فوق وكمان الجوانب، هلم بس الفتافيت واحطها في التلاجة نص ساعة، بعد كده هكمل شغل. بس إيه رأيكم في القعدة الدوّارة اللي أنا اخترعتها، مش جامدة برضه؟ خلاص خرّجتها من التلاجة، هاحط بقى كريم شانتيه اللي أنا هاغلِّف بيه كُلّه بقى من فوق ومن الجوانب على قد ما تقدروا نعّموا زي ما أنتم شايفين كده. هنا برضه جِبت spatula. على فكرة يا جماعة الحاجات دي يعني رخيصة أوي في أي محل من محلات مستلزمات الحلواني، بس هتسهِّل عليكم الدنيا خالص. المِشط اللي في إيدي ده مثلًا بيعمل الجناب حلو أوي، لو أنتم مش محترفين وخايفين تبقى يعني مش شكلها حلو أوي، ممكن تجيبوه وتعملوا بيه عادي خالص. وكمان بيسهّل علينا الدنيا، يعني ما بيبقاش بقى في مشكلة إن أنا لسه هاعمل بقى وأغلِّف لأ، ده سهل جدًا ورخيص. أنا كنت جايباهم على فكرة ال3 ب25 جنيه برضه. هنا بقى عملت حرف كده برضه داير ما يدور من فوق زي ما عملت في النُص بالضبط، وحطيت المانجا. وطبعًا مش هاعمل جيلي التلميع من فوق، لإن المانجا أساسًا مش هتلحق تدبل لإنها هتتاكل حالًا وتتنسف. مش قادرة أقول لكم بقى على قد ما هي سهلة إيه وبسيطة، لكن طعمها حلو قد إيه. وكفاية إنها من عمايل إيديكم وبسيطة كده، ما فيهاش تكلُّف، ما فيهاش حاجات كتير حاطينها ب20.000 جنيه ولا الكلام ده خالص. شايفين الطبقات؟ وطرية جدًا. أمّا الصينية اللي ورا دي مش هاقول لكم طبعًا دي بتاعة إيه، في فيديو تاني عشان ما أطوّلش عليكم الفيديو ده. مستنية رأيكم عشان تقولوا لي سهلة والّا صعبة، وإيه اللي صعب فيها، ده أول حاجة. تاني حاجة بقى زي كل فيديو، يا ريت ما ننساش نصلّي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات وكلنا نفكّر بعض عشان ناخد أكبر حسنات ممكنة، ويا رب تكون عجبتكم، وألف هنا وشفا، والسلام عليكم.